عسلامة ومرحبا بكم في قناة الماكلة البنينة مع أمينة. اليوم باش نودكم بكعك العنبر أشهر الحلويات التونسية، ووصفة سهلة وبنينة وكالعادة والعوايد تعمل 66 كيف. وتوا باش نتعداو لمرحلة التحضير. نستحقوا 250 جرام لوز مرحي، 80 جرام سكر محور، مغرفة أكل ماء ورد. وإذا عندكم روح العنبر استعملوه، أنا مش متوفر عندي عوضته بماء الورد. أبيض عظمة وفستق قصيته بالطريقة هذه للزينة. في المرحلة الأولى أخذت اللوز وضفت عليه السكر محور، ومن المستحسن اللوز والسكر محور نغربلوهم قبل الاستعمال. نخلطوهم مليح مع بعضهم ونضيف ماء الورد ونزيد نضيف أبيض العظمة. لموهم بالطريقة هذه بتراتش الصوابع، ما نعجنوش باش اللوز ما يسيبش الزيت متاعو. في المرحلة الثانية ناخذ العجينة ونحلها بالطريقة هذه بكف يدينا باش المكونات الكل تتجانس مع بعضها والبات تولي رطبة. وبعد ما خدمناها مليح نلفوها ونخليوها ترتاح لمدة 10 دقائق. في المرحلة الثالثة خديت ميزان وباش نقسمها كعاب بالمتساويين. عملت كل كعبة توزن 18 جرام باش تجينا مزيانة ومتحفنة. ونلفوها بابي أليمونتير باش ما يشيحوش، و250 جرام لوز بمقدار 20 كعبة. وآخر مرحلة نبداو ناخذ بالكعبة ونعاودو نشكلوها دائريا. ودوب ما نحلها بكف يديا ما نزلوش برشا. ومن بعد ناخذ ستيلو عادي وإلا ستيلو دو كويسون كان متوفر عندكم وننقبوها في الوسط، ونحاول نستويها باش تجينا مرطوبة ومزيانة. نزينوها بالفستق على اليمين وعلى اليسار، ومن بعد نحطوها في السكر محور.
وأخيراً باش نحطوها في الفور على 140 درجة من الفوق ومن اللوطة لمدة 15 دقيقة. وكيما تشوفوا ما شاء الله كعك العنبر حضر، نمدكم ولا نشهيكم، الريحة فيوحة والبنة موجودة. هذه هي غرفة اليوم، إن شاء الله تكون عجبتكم وإن شاء الله تكون واضحة. ما تنسيوش تشتركوا في القناة، وأنا نوعدكم بوصفة سهلة وبنينة في قناة الماكلة البنينة مع أمينة.